عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كما في المتفق على صحته: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. يا الله يا الله، من منا إذا قال سمع الله لمن حمده ظن من وراءه أنه ينسى، أنه يسهى. من منا إذا رفع من السجدة فقال الله أكبر جلس يدعو: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، حتى يظن الناس أنه قد سهى ونسي. هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي. جلس أنس بن مالك رضي الله عنه يوما مع التابعين فبكى وهو بدمشق، والحديث عند البخاري. قيل له: ما يبكيك؟ ما تظنون أنسا بكى من أجله؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. ماذا لو أتيت ورأيتنا يا أنس؟ ما عساك تقول عن صلاتنا إلا من شاء الله منا. جاء عند البخاري أيضا أن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: فالصلاة؟ قال: أليس قد صنعتم فيها ما صنعتم؟ يا الله، وهم التابعون، فكيف بنا نحن؟ نسأل الله العافية. أليس قد صنعتم فيها ما صنعتم؟ صلوا أيها الناس كما كان يصلي رسولكم وحبيبكم عليه الصلاة والسلام. هكذا ينادينا رمضان، هكذا يعلمنا ويربينا رمضان. ينادينا لنقوم الليل ونتدرب عليه، نصلي التراويح بخشوع وإخبات ويقين، تدمع في الصلوات عيوننا، تخشع في الركعات قلوبنا، نخبت لربنا، نقترب من العظيم بسجودنا. ينادينا رمضان لنراوح بين أرجلنا ونحيي ليلنا بذكر ربنا. ينادينا رمضان لنكون مثل سلفنا رحمهم الله، مثلهم في قيامهم وذكرهم، مثلهم في أدبهم مع الله جل في علاه. قال خصيف رحمه الله: رأيت سعيد بن جبير يصلي ركعتين خلف المقام قبل صلاة الصبح، فصليت إلى جنبه وسألته عن آية فلم يجبني. أتعلمون لماذا لم يجب سعيد خصيفا رحمهما الله؟ إنه الأدب مع الله، إنه الأدب مع الله. قال خصيف: فلما صلى الصبح قال: إذا طلع الفجر فلا تتكلم إلا بذكر الله حتى تصلي الصبح. يا الله يا الله، فأين الذين يعصون الله في هذه الأوقات؟ ألا يرون كيف كان هؤلاء يتأدبون مع الله؟ كانوا يقومون في رمضان قيام المودعين للدنيا المقبلين على الآخرة، فلما فعلوا ذلك سهل القيام عليهم في غير رمضان. يقول يحيى بن عبد الرحمن رحمه الله: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية: امتازوا اليوم أيها المجرمون حتى أصبح. يا الله، هذه فخرية بنت عثمان البصرية رحمها الله، تركت الأموال والذهب وهاجرت إلى بيت المقدس وأقامت فيه 40 عاما. أتعلمون كيف كان حالها؟ كانت تقف الليل كله عند باب المسجد الأقصى تصلي، حتى إذا فتح الباب كانت أول داخل وآخر خارج. يا الله، كيف كانت حياتها! لله در رجال ونساء تسابقوا للخيرات وما ناموا عن التلذذ بذكر رب البريات. أيها المصلي، صل في رمضان صلاة الخاشعين،
صلاة من تيقن أنه بين يدي ملك عظيم كبير، الجنة عن يمينك، النار عن شمالك، الصراط بين يديك، ملك الموت فوق رأسك ينتظر سلامك من صلاتك، فأحسن في صلاتك. أخي وحبيبي، خذ وصية ابن عبد البر رحمه الله في الحلية في المجلد 10 في الصحيفة 50، حيث قال: اصرف 4 أشياء إلى 4 مواضع وخذ الجنة. ألست تريد الجنة؟ ألست تريدين الجنة؟ أيها المسلمون، اصرفوا 4 أشياء إلى 4. رمضان ينادي، فهل من مجيب؟ هل من مجيب؟ ينادي كل صائم، ينادي كل من منع نفسه المآكل والمشارب من أجل الله. يخبرنا رمضان أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روى بالسند الصحيح كما عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة يستجن به العبد من النار. يا صائم، يا صائم، إن صيامك حفظ لك من النار إن أنت أحسنت الصيام. صيامك جنة لك من النار إن أنت أحسنت الصيام. صيامك يشفع لك عند مولاك إن أنت أحسنت الصيام. روى الإمام أحمد والحاكم بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. بالله عليكم، بالله عليكم يا من تسمعون، هل أحسن الصيام من صام عن الحلال بالنهار وأفطر على الحرام عند غروب الشمس؟ بالله عليكم، هل أحسن الصيام من أجاع بطنه وأعطش نفسه وأشبع أذنه بالغناء ولسانه بالكذب والغيبة والشتم والسب وعينه بالكاسيات العاريات؟ بالله عليكم، بالله عليكم، هل أحسن الصيام من يتسحر بالدخان ويتناول المسكر ويعكف على الخطايا؟ بالله عليكم، هل أحسن الصيام من نام عن الصلوات وخلا بالمحرمات ولم يتسابق لكسب الحسنات؟ يا صائم، يا صائم، إن لك دعوة مجابة عند فطرك، فادع الله أن يصلح ضال المسلمين. اللهم آمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. يا الله، يا الله، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ارفع يديك لله واسأله أن ينصر إخواننا المسلمين في بقاع الأرض. ارفع يديك لله قبيل فطرك وناجي مولاك واخشع واخضع وقل: يا رب، يا رب، إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها، وإذا ذكرت رحمتك ارتد إلي نفسي وتاقت الروح لربها. سئل يحيى بن معاذ: ما العبادة؟ ما العبادة؟ قال: حرفة حانوتها الخلوة وربحها الجنة. حرفة حانوتها الخلوة وربحها الجنة. وما زال رمضان ينادي، ما زال ينادي. نعم، إنه يناديكم أنتم يا أصحاب الأموال، يا أصحاب التجارات والعقارات. بارك الله لكم فيما رزقكم وأعطاكم وزادكم وأطعمكم الحلال وأبعدكم عن الحرام. هنيئا لكم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. إسناده جيد كما قال ابن تيمية رحمه الله. وفي رواية جود إسنادها الألباني رحمه الله في الصحيحة
التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. ولكن يا معشر التجار، يا معشر التجار، يا معشر التجار، ها أنا ذا، أنا رمضان، أنا شهر الجود والكرم، أنا شهر العطاء والفضل. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في أجود بالخير من الريح المرسلة. أين الصدقات؟ أين الكرم يا كرماء؟ أين إطعام الطعام يا شبعا؟ ما ألذ المأكولات التي تأكلونها عند فطركم، بارك الله لكم فيها. ما أكثر المشروبات التي تتنعمون بها بعد فطركم، متعكم الله بها. والله إن من المسلمين من لا يجدون تمرة يتغذون بها من فقرهم وحاجتهم. والله إن من اليتامى والأرامل من ينتظر إفطاره من أمثالكم، فأغيثوهم، أغيثوهم بشيء من أموالكم. هنيئا هنيئا لمن وجد يوم القيامة صدقة أخرجها في الدنيا لوجه الله جل في علاه. والله لا يريد بها رياء ولا سمعة، والله لا يريد منها ثناء ولا جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا تجار، يا تجار، يا أصحاب الأموال، أقرضوا ربكم، أقرضوا الله. وأيم الله إنكم لا تقرضون فقيرا ولا مماطلا، حاشاه، بل تقرضون ملك الملوك الغني عنكم وعن أموالكم سبحانه وتعالى. علم أن النفوس في أصلها الشح وحب المال، فلم يقل لها أنفقي لله، بل قال أقرضوا الله. أقرضوا من يرد الدرهم ب700، أقرضوا من يربي الصدقات عنده، أقرضوا حبيبكم، أخرجوا من أجل ربكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قل أنا يا رب، أنا الذي يقرض ربي ومولاي. يا رب، يا رب، ما جزاء المتصدقين والمتصدقات؟ يا رب، ما جزاء المتصدقين والمتصدقات؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قدم لنفسك الخير، لا تبخل على نفسك، وأيم الله لتجدنه أمامك يوم تتمنى فيه ذرة الخير في ذلك اليوم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا عليه، ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. يا متصدق أبشر بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الصحيح عند أحمد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. يا الله. خرج الطبراني بسند جوده الألباني في الصحيحة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة، اسمع يا تاجر، اسمع يا صاحب المال، اسمعي يا صاحبة الذهب، اسمعوا جميعا هذا الحديث. إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. يا الله، يا الله. ريال، 10، 100، جنيه، درهم، دينار، دولار، أنفقه من أجل الله
يطفئ عليك حر القبور وتجده ظلا لك يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل الله جل في علاه وما أذن به الله. قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سمع أبو طلحة رضي الله عنه هذه الآية، وكان رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وما بيرحاء؟ إنها اسم لحديقة من نخل كانت له رضي الله عنه. ذهب أبو طلحة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله صلوا عليه، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. قال: يا رسول الله، يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي بيرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بخل، ذاك مال رابح. رواه البخاري ومسلم. وأنت يا هذا، أنت يا هذا الآن بعدما سمعت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قل: يا رب، هذا أحب أموالي إليك، أدفعها من أجلك، أرجو بها برها عندك يوم القيامة يا رب. يا مسلم، هلا سترت عن نفسك النار ولو بشق تمرة. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون، أيها المسلمون، اجتهدوا في العشر الأواخر من رمضان بالأخص، أكثروا الختمات وارفعوا الدعوات، اهجروا الملذات. ففي المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ألا فاقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام وجدوا في طاعة ربكم، فلا تعلمون أتدركون هذه الليالي بعد عامكم هذا أم لا. ليالي فيها كل الخير والنعيم، فيها ليلة القدر خير والله من 1000 شهر. ليلة مباركة، ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوموها وصوموا نهارها، اعتكفوا من أجل الله، اعتكفوا من أجل الله، انقطعوا عن الخلائق لخدمة الخالق جل في علاه، تدركون حينها ليلة القدر. وما أدراكم ما علامات ليلة القدر.